سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوتر من يوتيوم أبزا فيديو زيا أقد أسمع بالي أبزوان زكاية زلو نجو بروتيكاوي سلوا كموني إيكونومي عالمنا ترى زلو أبزي أوروبا نزلنا دما بقى تاكس ألوان الناس غلا قداسي معبالي نغنري جو أبزي زحلف ساعات سويدن بتنوح كدوليا زنعتن كتسعرو زنعتن أكال نايتي حبرت نيتو نخد كون تسعر زنبرت نتا انكو عنك افيد كوينا زنبرت تركي تسمامي علا انتاي مالتي زي انتاي يتناي سويدن اقداسنت وي سويدن ابزمت هوان سويدن ترايدي تقمزلو سلام انتاي نيتو كاب نوح كدوليو تصني حنا زي راشا خنت عينت قبره ملسك تبتغل ازي تفتير زولو دما نتي سلامنا عالمنا بخمي من قد كتصل وخل كاب استفلاليو ليك او انت كنسمينا لايك قبروا كسام مودات انت تغطاتيلكم ادما بزو حق الداس مع بالك كنرن غلينا سو مجمريا بزعبات تزولو كله كنتات منشتي انتاي حبري تغنري دحريونا بتي استفلاليت انتناغناتينا ليتس جو. There's also breaking news overseas tonight. Amid the war in Ukraine, NATO is set to expand. Sweden now one step closer to joining. It comes as President Biden joins other leaders tomorrow at a NATO summit in Lithuania. Peter Alexander is there tonight for us. And Peter, a lot of news breaking there. Yeah, Tom, that's right. President Biden tonight is applauding Turkey after that surprise announcement that it is dropping its opposition to Sweden's bid to join NATO, a move that NATO's Secretary General tonight is calling a historic step. Tonight, a stunning reversal ahead of Tuesday. So, زي نجار زي فنلندا سويدن أبز حلف عمت نابتي ناتو جوين كجبرا كحبريتا أبز هبالوان بزح أو تاي فتير نيرو انتاي تغملو انتاي قد أتالو قال كاب تاب تشعر زنبرا كمل ساينا زا فيديو كساب كنديا قد سنة كم زنبرو تركو خسلم تايا نزي ناي سويدن فنلندا درو نوح وانجيرا أكال ناي نيتو كاب تخون سويدن جن نوح بروسس بسنكتي مخلق ناي تركي مخنيات فيتو باور سلازنبرا أبتي ناتو ناي تركي ناي سويدن ناب ناتو متسنبار كت حنجيدات أنيها سلازن انتاي سلاز بلوايا حرايلا مجمريا جن أزي تاريخ مع بالي يسكي تريفانوا بعد بتكوميدناتو أبز حلفوا وان تزاري بلنيرو نرايو سلام انتاي قداس نزلو. Huge. Sweden is joining NATO. You understand they've been a neutral country for 200 years. 200 years. Even when the world wars were happening, they were sitting on the side like, well, that's none of my business. So Sweden ننوح عمتات نيوترال ويكا نايتن تسك زي كونت سلازي كلتا ميت عمت مالت كلتي كينات عالم كايت كله نيوتراليتي ناتن ويكا زي شاراويت مستن كيكونو حليفمو دحريوت كولد وورز بحال زحول كينات كلون ناي سوفيت هيكونو ناي أمريكا وجن هيكونو زدمان تايو أتزبرت عند أنكرن وانون وجن كي حازو حليفمو نزن نوح وان زنك أساقصهم بوليسي ويكا أكايدا حقرات أبزوان زن عقديفن ناب كالم أزني خدالوا زي بكفيلو دحري كوينات ناي راشا أب يوكرين معراباويان حقرات نابنت سويسرلاند نوح عمتات كمو نيوترال زنبرت نيوتراليتناتا أوتيا ناب أفتي قراتا تساتيفاني رازد ما برتو قبر ملسفتير نيروبتي ناي سويس نقدفو سويدن نابز مغيارة دما أقداسي سو سويدن فلوي سراوي سلازلوا وي انتاي سلازلوا كون يخون أسكنيش تيك زارب دحروي نابتم كيلاتات كنحلفنا. But today they are ending their neutrality. Now look, it is a big deal. It is a big deal that Sweden and Finland are joining NATO. But I'll be honest, I don't know if it's going to scare Russia into retreat. Because let's be honest, these people aren't exactly the Vikings they used to be. You know? Yeah, back in the day they would pillage your village and have sex with you on Showtime, you know? But these days, they're not exactly military superpowers. I mean, their fighter jets are probably made by IKEA, you know? Yeah, In general, Sweden and Finland nab NATO متسنبارن فولي وتهدراو حيل سلازلون ويكا فوليات وتهدراوي عقم سلازلون يكونون انتايدا كابتي وتهدراو عقمن زي سنف اتزلو بوتا نت ناتو حدا كابتو زنبرو بوكو نراشا اب مخباب ويما ابت بالتيكسي نزلوا هجرات مكلخال سنهلو وتهدراوي كيلاتات حبريتا كونيم سلازي it's very very
important نتنيتو كاب كل دما بإيكونومي دما حيالات هجرات ينتياتن بفلاي سويدن عنتر زخوني إيكونومي أب أوروبان أب عالمين زلوا هجريا so ناي بوتين رياكشن انتاي نيرو سنهيلنا كنرينا مجمريا جن سويدن تركسي سلمنتايا نزخونتات كتحنقص أنها كتعبس أنها اسكا كنرخ نجمرينا انتاي تكونتات نيرو let's listen to ensure ratification. This is reflected in the joint press statement just agreed by President Erdogan, Prime Minister Kristersson and myself. The memorandum concluded a year ago at the Madrid summit has delivered. It has delivered more in our fight against terrorism, more security for Turkey, and a stronger NATO. عالمنا بارتفيشال انتليجنس ببلوكچين تكنولوجي كمون بروبوتات تحنببلو زلا انت عينت منقدي وي غعزن توسدنا يزواصنا نزبل حتو كحجز منتال مجمريا اب حنت سراح اب حد عودي سيرتيفيكيت وي سراح يزك نبري مبال صبغ وسانه يكونن انتايدا مجمريا نت تكنولوجي زحنببلو زلا حدش سيكتورز ابو انفست نغبرالنا بمنقد ستوك ماركت كمون نبع الكريبتو كرنسي فليتنا استوعيلنا كنتك أملهم كنكلالنا إذا عدل إذا زدقم عدلون أيقونن كالي دما نت تكنولوجي كي واحد نخلو كنمهارو كنبقاسا لنا انتاي عودة كنفلت علينا إذا تماهيري كنحجزي كونس كن بحدش كنمهار كنبقاسا لنا نعوز حقس بروغرامات دما لنا آتيكم رأيو حقساكم دما يخليو Thank you. Expert on Turkish domestic politics and foreign policy. Mr. Gidi, welcome to the day. What do you make of the statement by NATO's Jens Stoltenberg? Were you surprised by Turkey's change of heart? Well, this was kind of the high-stakes drama that some of us have actually been sort of mulling over for a while, thinking, well, he could say yes or he could say no, but we will not know until the Vilnius summit. And it looks like President Erdogan's rendered a decision at the 12th or 11th hour, depending on what your perspective is. So بحفشة درجة إجا ناي سويدن ناب نيتو نختمبر أب مجمري أب هنغارن أب تركوني نيرا مودا تاجن أب تركي يوريد نيرو مستر كود ماستفلا عليه بوليتيكا وكرفس يقاطب نيرو اتمك تسأل ناي قرآن وقا أقداس انت نبرا كاون اللي علقن تركي نسويدن بستفلا عليه منقطات نتهم أنت أرازك على سوجنات تدقفيا زبل كريتا سلزنبرهم نزيتات مفتوح قربولك خلونيرهم قبل لي دما سنين لهم سمعينا تركي نتناي سويدن ناب نيتو نمتنبار نخالف بوليتيكا وجندنا تغطق أملو سلة حسب زنبرتي هذا سوايد ما نوي حوان زوسده متهللاخ زنبرز مثلا نسمع يج. But it'll be interesting to see what the details behind the agreement are, to see whether Turkey will actually realize some of its policy goal requests that it's had of Washington, from Washington, in return for actually greenlighting Sweden's membership. It's also been announced that Erdogan will meet U.S. President Joe Biden tomorrow. So should we assume that that means Turkey has gotten what it wanted? And what does it want? Well, it will be interesting to see if President Biden can deliver on his promises to Mr. Erdogan. He's been suggesting that in return for Turkey's greenlighting of NATO membership of Sweden, that Biden will use all of his sort of influence to try and convince the United States Congress to lift its objections for Turkey acquiring new fighter jets, specifically F-16s. I'm not sure that's necessarily quid pro quo, because the U.S. Congress does have considerable oversight. So, انتهى يقول كابتي حجي ناينيتو أخيباون كهدي أبزغنيات زي أبتا أخيبا كساتف أبزمس أولو زولو جو بايدن مسمرحنا تركي إردوان كراهبمو استفل عليه مبزعة زعته ولو خيكساب كندي كتكبر يغل وينتهى تركي كاب أمريكا غتدل زلا بمن قد زناي سويدن أبا لنات أبنيتو بمفكات مالتيو so إذا حدا كابتي جو بايدن ويكا مرحنا أمريكا ني أردوان بزوح نقرات منالبات حوس مبزعة تيلولو حدا كابدما ناي نفرتو كينات F-16 بحالا زل على تكنولوجي زلوون كاب أمريكا نخجوزو تركي كأسالي في التنيروم جن نعون خيط جز كالكيلو مانيروم سلزي نزي حق زا خمس خيل هذا بروميس الله مثلاً إذا بروميس زدما ويزي جو بايدن هيبوزلو ميت خاميت كتك برز خلونا يكونن أب إيد سلزي كونت سلطان بملو كونغرسنا أمريكا بايتنا أمريكا سلوا سلزلو بحفجة اتتبعي لزلو ميت خاميتي جو بايدن تجبرلو زخل ديو أيكونن بحجي كري حدا كابتي طلبناي تركو زنبري نزي معداغناي F-16 نفرتوكينات تابع أمريكا نكفك على الله
نسويدن تفكيرات اللوم ويكا حراين حريلا سويدن جوين خدبر سلازي تركي نتزولو كنتات تتقعملو كم زنبرتي زري نسمع يدحن توسخ خال انتي نيرو and willpower, whether Turkey gets these F-16 fighters or not. It will remain to be seen whether President Biden can actually convince congressional committees, specifically in the Senate Foreign Relations Committee, to lift its present objections for Turkey receiving F-16 fighter jets. So was this ever about Sweden and its attitudes towards Kurdish militants, or even about Turkish accession to the EU, something that he raised this morning, much to the surprise of his NATO allies? In a word, no. Look, it's been, I think, if you look at it, this has been a very traumatic process for NATO. But I think from Turkey's perspective, it has been, I would argue, a disastrous diplomatic outreach. Because, yes, they've greenlit Sweden's membership into NATO, as well as Finland's previously. But these two countries are not as necessarily going to be very sort of supportive of Turkey's ventures going forward, least of all Swedish support for Turkish European membership, which it was historically a fan of. I don't think that's going to be on the issue anymore. But also, look, there's considerable resentment on the part of Western allies towards Turkey for drawing this out for so long, particularly because it raises sort of existential questions on the future of the Western alliance. Specifically, what do you do with members like Turkey and Hungary who have been holding up? So انتهي بلالو بتفعل عليه من قد كريان خل أتي الأمان السويدن كسب حجك نابليتو نخيتاتو كالكيلاتو زنبرت ويكارتو أبيلاتو زنبرت تركي بنتصور ناي سويدن زجبرت تحمى نقرأت وي بوليتيكاوي مسحاب سلا زنبرام ديو نزبل حتى ناي بتخكل نسو أمونجو سويدن مستركز اللون أيقونة نيرو زيادة تركي نتكونتات نخال معلق تكملوا سلا زخالتي الزجن من البات إردوان ربحوك قبل كوانت فتنة بمنطرتن قالوا تاجرات كالتيفن حرايلن كلوا بسنك هنغارن تركن أنا نوح سلا سدناقوي نتيك أتسألنت وكانت تسرح أمام بلانات ناي مسفعفحنا نيتو أب حدا غازو ودقن زدناقون زحتلن سلا زخوني ببزحات هجرات ألو تاوسيلن ألو تاو دبلوماسياوي أمنتن قبل علي نت أمنت قبل علي تركز نبرم نمغنا زحجز يكال دما قد محج السويدن مستركز نبرم تجمع تركي ناب حبرة أوروبا جوين كتجبر ويكا أبال حبرة أوروبا أنا تكون نوي حمتات يا إيران فتينان مالتي قالها قراد دما سويدن تركبان دما تركي أكلنا حبرة أوروبا أنا خيط خون أيدو قفوني من يرم سلازي حدا كابتي حراي لهم دحرجي أنا نتي أكلنا أوروبا أو حبرة نخد كون تركو تدليو نجر سويدن كتدقف معنا تسمعهم يعملوا سلازي حدا سمع حفشاقن ناي سويدن ترى يكون وسانين أب حبرة أوروبا أمريكاون تركنا حبرة أوروبا أخذ حواس دليا أخذ دقف يلاقن أب إيدا يكونن سلازي أتنكالوت هجرات ناي هجرات أوروبا أنت عينت قبر ملسك بايخل كساب كنديك حرايلو مالو تركنا زي نسويدن ناخذ قبل كسع كندي تتكي مع تلابتي سممع انتهى يوم تسمع عنزلو جينا بحجي كفلتي بلالو سلازي تعمل دليل كي زخونه دبلوماتيك كونتات يونيرو تزلو كونتات مالتيو سو من البات افكال خيوت انا التعقد السنت ناي تركي نو أقداسنت ناي سويدن ناي فنلندن أمن رأي تمليسنا نزشعو كان ريا كان فتنينا كساكن دي أقداسنت كم زلو زين هجرات زياتن أبنيتو مخانن انت أقداسنت علوم كاب سلست استفل عليو إكسبرتس كان رينا مجمر يا بزي أقل الزبلت أناليسيس نجمر stand to gain from Finland and Sweden joining its ranks. And no, it's not just military assets. I'm Kim Vanal, journalist and host of Reuters World News podcast, and today we're talking about why for NATO it's all about location, location, location. In the event of a direct conflict with Russia, NATO could use Finland as a springboard because it's very close to where Russia keeps its nuclear missiles and warheads in the Kola Peninsula. And if Sweden is allowed to join, that's great for NATO in the Baltic Sea, because after a refurb, Sweden will have 5 submarines there to Russia's 1. So, in general, اتي كونتات ناي سويدن ناي فنلندن أكال ناي نيتو نمخان نروسيا صبغا يكونن لأنه كل دما فلو ياسوارن فلو وتهدراوا عقمنا يكونن كبركة هزغلانة نيتو مالت بنتصور وتهدراوا حيليو وتهدراوا حيلي إيكونوميكا وحيلي يكونن سلازي اتكاندي ناي سويدن يكون ناي فنلند نبنيتو محواسن تزعبي يتسقا كبوزغلو لوكيشن ويكا بوتا قدم تونكو نتن بالتيك هاجرات زبهلا كم لاتفيا استونيا نعن مكلخال ابتي انقصات ناي نيتو chapter 5 ويكا معرف 5 انت يزبل زخونه هاجر اكال ناي نيتو انت تهريما
بمولا أنت هاجرات أنت ناتو ككلا خللا مخاني زبل سلزي حنت هاجر كباتن براشا أنت تهري منابنت نتا هاجر نمكل خالك وز خلوز نبرد صاجر بوتا أشجار مخانم نيرو هجيجن سويدن فنلندن عابي أدفانتج يبوا مالو نتي موبيليتي نتسراويتهم نخنك أساقسو كالدما هذا عبي وتهدراوي عقم ويكا نيوكلراوي عقم ناي روسيا أبزي بوتازي زقاربة سلزخونه سلزي ناتو زقاربة ناب روسيا كوينلو إذا دما حدا كافتي زلا على سكفتان روسيا زنبري بوتين مزعباز نجرزي انتايلوس إنه لهم سمعينا نرأيو دحان بعمق زبالة من قدي كنريكم فتنينا بكارتا انتاي كون كم زخل. Has been horrible for all sides involved, but one positive to come from this seems to be the invigoration of NATO as an organisation. Nations that once polled unfavourably towards the US-led alliance now see it as a crucial bulwark against an aggressive Russia. We've also seen 2 new members joining the NATO alliance, Sweden and Finland, and this is important for 2 critical reasons. For one, defence planners have always worried about supplying the Baltic states in the event of a war, as previously ships and planes would need to leave the North Polish coast. So كم تريوا زلهم تقيح تريوا زلهم direction أب تحتي روسيا يزي so أبت بالتيك سي ويك أبت يا أبت بالتيك سي متيوم زخانة نجار كقبر تخينهم كأبت السمين ناي بولاند جيروم يوم خدوا زخا التسراويت ناي نيتو مالتيو زخا بقليلو بمسائلات ناي روسيا كرمو زخولو لمن قديم سلازي of course شعون زخانة وجن دزل على نيرو بسويدن جيروم خدوا متسمع مع نيرو مهنياتو قدمون ولا كا أبالنا تزين بران مس سويدن يكون فنلند مس نيتو ركبني رواني سلازي نزيت أجام زنبروم أزيو زلا على أدفانتج نتنيتو يكبو أبتي زخانة وجك كل على الكلو مس راشيا زخانة أجام كل على الكلو مالتي. And travel past the nest of Russian anti-air and anti-ship missiles inside Kaliningrad. Now soldiers in the Baltics could be resupplied from Sweden and Finland just across the Gulf. Another added bonus is that much of Russia's crucial missile infrastructure and submarine bases are here in the north around Murmansk and Severomorsk. But now with Finland in the alliance, NATO only has to... كم ستريوا زلهم أبز كوخب زلو حيال ميسايلات ناي روسيا أبز بوتا زي زلو سلزي فنلند أكال ناي نيتو بمخانا إيروبا ويكا نيتو كم ودما زيادة أمريكا نروسيا نتنيكولا عقمناتا بزقربه تتوقعوا مالو and this is scary سلامنا عالم نرجعتنا عالم كسب كندي حدا جنيا كم زخانة زجيمزي قالوا كيلاتات كنقولنا this is very very safe هيكونن من البعض كم زيلهم يجبابط له إذا تعويتوا زوس يخو هيكونن زياتهم نيكولاراوي أسوار زلهم يوم حدا نيكولاراوي أسمار حدا نيكولار أنت تتوقع كنا منتاي عنوات بدرجة عالم بفرلا يدما أبحمبرتنا يوروب أين بحوز صوات زلوا زكنا تعتزي نزي أكن خمس زخون دي إسكاليت نتتنشن زلوا أوريكا معلبي سلام كجبر أنت زخل زبالة أيو أمريكا كن زيادة push تقبر زلا نتنيتو expand نخجبر نراشة دما نمد خمس زلوا زخونة بزلا على حيلي يدفعوا له and I hope زي push into Russia by 150 kilometers to cut the only train line between Moscow and Russia's largest naval base. So, تريوا لهم استراتيجي كسب كنين راشا سقعت فترة لا كم زغيل تكونتاتنا تامالتيو لقي مغارية كويس. Another added bonus is that much of Russia's crucial missile infrastructure and submarine bases are here in the north around Murmansk and Severomorsk. But now with Finland in the alliance, NATO only has to push into Russia by 150 kilometers to cut the only train line between... إزنتايجي أتي حد أقداسي ميسايل كفالناتهم أبو سلوزلو أتنيتو أكن نتبوتا زقواتر بتيخونة ترين لاين نتمنجد مسمرنا ترين أنت بتيخومو حد عبك كفال نيفي ويك حيل بحرنا روسيا تقريص بينو أبتجعف كترف غليو more likely كسب كنديك قليل ويكبيديو نزين خنقص راشيا جن كم زي لخلو أبو خقت فوق زمسلا يكونن because it could be easily كات قبر وصل زخلو very very scary كنا تاتينا رزالنا again one more كيلا كال analysis كبناي importance ناتو ويكاتي أجدا سنة ناتو كردهنا منتان سويدن كمي نابنيتو متهاون تقبر زنبرتنا هنري. At the moment about Sweden and Finland joining NATO, and I'm here on the Swedish island of Gotland. It's a popular tourist destination, but it has another role as well. As you can see, troops are here on the island, they're training, they're camouflaging,
this vehicle, and that's because this island has a really important strategic location. Why, you ask? Well, let's have a look at the map. So it's about location. So here you have Gotland, then you have Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, and importantly here. So تريوالهم زاد سيتيا ناي سويدنيا أزيد مايتي نبلس أنا هنا كم تريوز اللهم زين هجرازياتن تن أكلات ناي نيتو زلوين كتا دوب مس روسيا زلوينين نيتو كحجزن تخينو كابزن دوبات زين بزي وجن ناي سويدن أبيلي كم تزغل and that's why Sweden أزي أقداسنت زلوا ناي سويدن وي ناي فنلند أوروبا من أبنيتو متسمبرن أقداسنت نزي مسد. Kaliningrad, which is an enclave of the Russians. So they say if you control this island, then you can control the air and the sea in the southern Baltics. And already the Swedish forces here have had to respond since the war in Ukraine. So in February, the Russians brought more navy reinforcements to Kaliningrad. So as a response, the Swedish boosted troops here just to show them that they had that capability. And going forward, they hope to boost the number of troops on this island so that they can respond to any threats. And speaking to some of the soldiers here. So أبز حجي كنريو زلنا أكداسي إزنيتو زقبرو زلو provocation ويكا نيتو معباين مسعفعن نروسيا كاب قدم انتا عينت أقامي فترة لهم زنبري ناي وايت هاوس بريس سكرتاري تحاتيتو حتى زهبا ملس غنرينا يحريو ناي بوتين قبرا ملسي كنرينا. NATO has moved closer to Russia rather than Russia moving closer to NATO. Is that not an accurate way to look at this? I think that's the way President Putin probably looks at it. It's certainly not the way that we look at it. You don't think that NATO has expanded eastward toward Russia? NATO has expanded, okay. and the expansion has been a good thing for... So the reason that the Russian army is at NATO's doorstep is not the fault of the Russian army, it's not... أبدعري تمليسنا انترينا بتاريخ يبلولو روسيا زخونه يكون من قصاص لزقبر يكون نيتو كابتينا بتسعة مس روسيا تسمامي وزنبره قصالي نابف دغنا روسيا نغربه يمصالو سلازي روسيا دما وحسنتي نعاي سقات علني كبلو اي كلو انديل كتحسب مخنياتو قصالي دسفح زلو زقربم زلو نيتو دامبر روسيا يكونون يبلالو تحتو ازي اقداسي تحجي تعمل تا امونغوم زغبر ناي قالات لو وطرايو. The Russian army that's done it. It's NATO has moved closer to move I'm pretty east. sure it wasn't NATO who was ordering, upwards of 15 battalion tactical groups to within 10 kilometers of the border with Ukraine. And I'm pretty sure it wasn't NATO who put little green men inside Ukraine to destabilize eastern cities. I'm pretty sure that Ukraine is not a member of NATO. So ajraywo no نيتو ايكونن سراويتو اب 10 كيلومتر تقا يوكرين 15 بطلو انت زخون او زمصي او وشت يوكريناتيو زخون يكون مرباش زفطر زنبره نيتو ايكونن مزبلو انتاي مو يملكتو نيتو مخنياتو يوكرين اكال ناي نيتو ايكونتن سلازي لكعكم نيتو زلو بوتا روسيا دما مريتهم ابت بوتهم ناتو ما اكايدالهم سلازي وجن خنوج بتنيتو أبت معرفاتو نأكل ناي نيتو نزي كونت أبعاتيك واقعي كلني سلازي ناي روسيا من قصقاس نيتو زملكتون أي كونن نيرو نابلي ترير مالسي نتحطناتو مقتناتو بمقتي ملسل. So unless that's changed, it's not okay. changed. If NATO has moved east, the reason that the Russian army is closer or on NATO's doorstep is because NATO moved. NATO is not an anti-Russia alliance. NATO is a security alliance. Unfortunately. For 50 years, it was an anti-Soviet alliance. So do you not understand it? So do you not understand how, or can you not even see how the Russians will perceive it as a threat? And the fact that it keeps getting closer to their border, while their troops, I mean, the places where their troops are, you say their troops are, and may have been in Ukraine and Georgia, are not NATO. I'm not going to pretend to know what goes in President Putin's mind or Russian military commanders. I mean, I barely got a history degree at the University of South Florida. What I can tell you is that NATO is a defensive alliance. It remains a defensive alliance. Fair enough, but it is moving east. Correct? I mean, that's just. In general, انتهي دولة تمجوت عن منجو كلتيوم منيو زيادة نتكونت هاد زجوهر زلوا مني زيادة سقعد دفتر زلوا روسيا ديا نعمت نيتو سقعد تخونه زلا ويس نيتو روسيا سقعد زخونه زلوا يتحطوا
እቲ ኣርጊመንት ድማ ብንጹር ኔቶ እዩ ንሩስያ ስቃት ዝኾና ዘሎ ምክንያቱ ናይ ኔቶ መስፍሕፋሕ ንሩስያ እና ከበባ ስለ ዝመጽ ዘሎ ነቲ ሴኩሪቲ ናይቲ ዞባ ድማ ፀገም ኣብዚ ሕጂ ክንርድኦ ዘለና እተን ሃገራት ድሌተን ምስመን ክኾና ይደልያ ምርጫ ኣለወን እቲ ኔቶ ግን ንሰላምን ርቃትን ናይቲ ዞባ ዘገድሰቱ ኮይኑ እተን ሃገራት ያተን ኣቴንዴናያትዋን ከምቲ ቀደሞም በቦቶኦም ሒዞም ክብሪ ክብርሃት ሕዶም ተሓላልዮም ተኸይዶም ዓለምና ኣብቲ ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝረኣየቶ ምናልባት ሰላማዊ ዝኾነ ጉዕዞ ውድድር ክህልዋ ይኽእል ግን እቲ ኔቶ ክሳብ ዝዓበየ ኣብዚ እዋን እዚ ንሩስያ ድማ ኣብ ውግእ ሸሚሞም ስለ ዘለው ብዛዕባ እዚ ምእታው ናይ ክልቲአን ሃገራት ፑቲን እንታይ ኢሉ እስከ ንስማዕ እዩ Они хотели раздеться. Думаю, я не знаю, как они хотели раздеться, до пояса, либо ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище. Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять. እዚ እቲ መልስናቱ ኣገራሚ እዩ ከምቲ ምዕራባዊ ሚድያ ዝብሎ ዘሎ ኣንሕና ሩስያ ምስ ስዊድን ይኹን ምስ ፊንላንድ ዝኾነ ይኹን ናይ ዶብ ይኹን ወይ ከዓ ናይ ቴሪቶሪ ናቶም ናይ ግዝኣታዊ ፀገም ወይ ሽግር የብልናን ሃልዩና ይፈልጥን እዩ ስለዚ ምስ ኣብ ዩክሬን ግን ፀገም ስለ ዝነበረና ዩክሬን ናብ ኔቶ ክትኣቱ የብላን ንብል ነርና ምስ ስዊድንን ምስ ፊንላንድን ከምኡ ዓይነት ናይ ዶብ ዝኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ፀገም ስለ ዘይብልና እዚአን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ኣብ ኔቶ ኣትየን ዴናያትየን ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ስጋት ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ተኸቲልኩም ግን እንታይ ዝብል እዚአን ሃገራት እዚኣተን ክኣትዋ የብለንን ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ንስማዕ እዩ ሕጂ Раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть... እንድሕር እዚ ኣጋጢሙ ድማ ኦፍ ኮርስ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ወይ ከዓ ናይቲ ወታደራዊ ስትራቴጂ ናይቲ ሩስያ ምስቲ ዘሎ ምዕባለ ማዕርዩ ክኸውን ዝኽእል ለውጢ ክንገብር ክንግደድ ንኽእል ንኸውን ንዑ ዝምልከት ድማ ክንገብር ኢና እናበለ ስለዚ ኦፍ ኮርስ እቲ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእል ፈሊጡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ድሕሪ G7 ኣኼባ ዝነበረሉ ግዜ ዝሃቦ መርገፂ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ፊንላንድን ራሽያን ናብኡ ገፀን ይኸዳ ከም ዘለዋ ምስ ፈለጠ ዝተዛረበ ክኸውን ይኽእል ብሓፈሻ ግን ኦፍ ኮርስ ንሩስያ very awkward ወይ ከቢድ ሲቹዌሽን ናይ ሴኩሪቲ ቀደም ድሕሪ ናይ ዩክሬን ሴኩሪቲ ስጋት ነይርዋ ሕጂ ዝዓበየ ስጋት ክህልዋ ይኽእል ምክንያቱ ኣዝዩ ጥልቂ ዝኾነ ከበባን ቅርበት ናይ ኔቶን ኣብ ውሽጣ ኣብ ጥቃ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኣብ ግዝኣታ ኣብ ሃገር ኣብ ዶባታ ስለ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ድማ ብሓፈሻ ብደረጃ ዓለም ክረአ ከሎ እንታይ ክበሃል ይኽእል ሓደ ዓብይ ክኢላ ክዛረበና ይባክን ውዲና It's wonderful that Finland and Sweden have joined NATO. I think this is the wrong way to think about this. The Russians already feel like they're being encircled by NATO. The Russians will tell you, just look at a map of Europe today. Look at all the countries that belong to NATO and look at how close they are to us. So let's add two more, Finland and Sweden. And then let's look at the Baltic Sea. And you know, the Russians care very much about the Baltic Sea, especially because of Kaliningrad. They care. The Baltic Sea is surrounded by NATO countries now that Finland and Sweden are in. Just take a look at a map sometime. And then even more importantly, there's the Arctic. All that ice is melting. That's opening up all sorts of economic opportunities in the Arctic, and it's presenting strategic problems. So, Sweden and Finland ናብ ኣካል ናይ ኔቶ ምዃና ኣዝዩ ፅቡቕ ነገር ጌርና ኢና ንገልፆ ዘለና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ይብል ኣሎ እዚ ግን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ናይ ራሽያ ቅሬታ ዝነበረ ዝያዳ እቲ ኔቶ የስፋፍሕ ከም ዘሎ ንስጋታ ፀገም ምዃኑ ሕጂ ድማ ኣዝዩና ቀሪብናዮም በዚ መንፅር ተሪእናዮ ንማለት ይብል ካልእ ድማ እቲ ባልቲክ ሲ ንሩስያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ንረብሓታት ናታ ናይቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናታ እውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ገለ ከፊላዊ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዚ ድማ መሊሱ ከም ዝኸርር ገይሩሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኣብቲ ኣርክቲክ ሲ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ናይዛ ፕላኔት መሬትና
أبو اتبردنا مخخ خيط كله بزح صقاتات ناي بحريا وهبت كله كم زغل ناي تفتر هبت كله كم زغل بمفلات الزون كالت صقم كفتر كم زغل مجنزاب يدل سلازي التنشنس مليسنا قدك خيط كم زغل يبلعل. There are 8 countries that are geographically located in the Arctic. 7 of them now belong to NATO. The other one, Russia. 1 versus 7. And you know, by the way, the Russians are now approaching the Chinese about getting the Chinese to work with them in the Arctic. And the Chinese, of course, are very willing to do this. So, كمدمات architect لعلى وايج أفنى عالمنا شو من تهجرات دوبال لون أبو أبتيج أفنى عالمنا يمتى شو حتى كباتن هجي أكلنا نيتو ينزخنا زلوا نروي فنلند of course Canada or whatever تنهجرات نساتن بتدمر راشا الله سلازي شو حتى هجرات أبو أكلنا نيتو زخنا سلازي خونه راشا دما نتشاينا بقى تمسح السرح أبتبوتاتي أبتناي architect زلوا عدي ما تلا China دما of course كم زعينة أدل كتحلف هاي تخلينا more power يهبان China دما يولنا له. Right. But the other way of thinking about this is the Russians are outnumbered 7-1. So if a dispute comes up in the Arctic, crisis breaks out in the Arctic, and they're outnumbered 7-1, and most of their conventional forces are in Europe, in Ukraine. I think what they're going to do is rely more on nuclear weapons up there, right? So you just want to remember, when you're dealing with a great power like Russia, and you threaten its survival, you're pushing that great power into a situation where it's going to pursue risky strategies. And this is a great power that has thousands of nuclear warheads aimed at us. And the idea that you can back them into a corner and you can threaten to push them off a cliff is, for me, an incredibly foolish way to think about. سنتهي بلالو الزخول كبابا أب كله بعقمي بحيلي بخلو كدت بلهم تجمير كان روسيا مفزعت سراويتهم أب يوكرين أب زواج على زلو كال عينات بجنبار بخالق نصام تجمير كا خدت أبابهم أما نكره روحت توم تجمير كا انتهي استراتيجية مقتل زخلو كم روسيا عينات أزيج جفني كل روات قارن حيل نزلوا تخيل من رجعت تصيف كلهم أب تحدقني من قد نكخدو يخاطو دفعهم زلغا إذا دما نزخون يكون عوض خونا يكلنيو نسقاتنا عالمنا دما أقدا سنتو أزيو وحديو حماق من قدنا بيزنس دما يزبلونا فلي أزيو تلك زخون حبريتان تنتناني بنالون exactly نفسه كفسب بزعبا هلاون كتالنتنا بلانيت مريت دسب إذا كنا تاتسكيت دي اسكاليت كابتزو لو تنشنس نتحتو ريدو سلام عم مفتكرة كمبر نيتو نحيله محنقاتنا فترة بمخات كودا زخل وقع يكون مغنياتو at the end of the day نراشا كله الدلاتان تصبيبا ملا اتخذ قبرة تخل من قدي نتصور سلازخوني نفسه كف دماء السوخة قاطب سلازين دلي سلازي برقز I hope كابز تماهيرنا اتكونتات كنستوعللو I hope كم زد ما يقاطب من خون ناتكم ريتوناتكم حسابات اب كومنت قرف لينا بالكو ابزخ زازمي اب كالك سام نراغب تصبغوا تشاو عوت كتكون نعوتات تغتل كم زبهال اب كمزي عقداس كونتات ناي كتباني عالمنا نبعال وورن بافت اب استفلالي مدرخنا هيوت زلا على عوت كغوانا صفو زخالو نعوم تتغتلنا كما اتوم نعوت بار وورن بافت نزو كونتات الزنخ قلت اب كمزي ناي فرهن ناي رعدن غزي اتزبلت السقمتخا حجو خطوز دلك بنبالي مكر سلازي نحنا دما كم تنس زغبرو بيزو خويني انفست زغبر زلو بنشتي جميرنا أسرو تتغتيلنا صباحنقو بعاقمنا عوتات كنكون نخل بعالخم نزا حبريتات تتكيمكم ينفسخ قبل تدخلوا تخينكم ستوك ماركت بليز قبروا ناتي حاجز انتدليهم دما كمزا ويب سايت يزولو حبريتا وسيتكم كحجزوكم سقم توسدو يغني اللي